السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مذكرات فريد الأطرش علاقة الحب مع الملكة نريمان التي انتهت بالذبحة الصدرية. جمعت الفنان فريد الأطرش علاقة حب بالملكة نريمان طليقة الملك فاروق الأول التي كان يعرفها من قبل زواجها من الملك فاروق. تناول الموسيقار الكبير تفاصيل العلاقة التي جمعته بنريمان بعد طلاقها من فاروق وعودتها إلى مصر في مذكراته التي كتبها ونشرتها مجلة الموعد في نهاية الستينيات. قال فريد الأطرش في الحلقة 35 من هذه المذكرات المنشورة والتي أهداها لنا المؤرخ الفني نعيم المأمون أنه عندما شبت ثورة يوليو عام 1952 لتطهر أرض مصر من الفساد خرج فاروق من مصر وتطوى صفحة عار لتبدأ صفحة بناء وشرف. ذهبت نريمان إلى حيث قذفتها الباخرة المصرية على شاطئ روما وهي تحمل بين يديها ولي العهد ابنها الملك أحمد فؤاد. وأوضح فريد الأطرش في مذكراته إن فاروق خطف نريمان من خطيبها المحامي المرموق ليتزوجها، وبعد خروجه من مصر اعتاد أن يرتاد الملاهي الليلية وغرق في الفضائح حتى فرت منه نريمان وعادت إلى مصر. أشار الموسيقار الكبير فريد الأطرش إلى أنه كان يحلم بنريمان ويراها تتسلق جبل ثم تسقط من فوقه وتقف على قدميها وتجري. ده الحلم اللي كان بيحلمه فريد الأطرش على طول. بعد عودتها لمصر لم يتردد فريد في زيارة منزل أسرة الملكة السابقة، مشيرا إلى أنه كان يتردد كثيرا على هذا البيت قبل زواجها من فاروق، وارتقى به هذا البيت كفنان إلى مستوى الملوك والأمراء، ولم يستطع أن يتنكر له بعد أن تحول حاله وأطفأت أنواره، مشيرا إلى أن الناس وقتها كانوا يتجنبون زيارة هذا المنزل، وأن الصحف كتبت عن زيارته هذه لمنزل أسرة نريمان ولكنه لم يهتم. أوضح فريد الأطرش أن نريمان كانت تعامله ببساطة لأنه لم يكن دخيلا أو ثقيلا على الأسرة، ولم تتردد في أن تطلب منه شيئا، مشيرا إلى أنها طلبت منه أن ترى فيلم لحن الخلود في العرض الخاص. وعندما وصل لصالة العرض وجد كل العاملين والمسؤولين في استوديو مصر اختفوا خوفا من أن يقال أنهم استقبلوا الملكة السابقة. أكد فريد الأطرش أن والدة ناريمان كانت تعامله بحفاوة، وكان قلبه يرق لناريمان الحزينة ويتمنى إسعادها بعد أن اختمرت في ذهنه أن يطرح عليها فكرة الزواج منها. قال فريد: فكرت في أنني ينبغي أن أتزوج، فقد جربت المرض في فترات متفاوتة ولم أجد من تضع أناملها على جبيني لتمسح عني الحمى، وإسمهان مضت إلى القبر ولا يوجد من يحنو علي حنوها، خاصة بعد أن اختارت أم العزلة بعد رحيل ريحانة البيت، وأصبحت الوحدة قاتلة جدا بالنسبة لي. قال فريد: نريمان ملكة سابقة من أسرة كريمة، وأنا فنان مرموق من أسرة لا تقل كرما وكرامة، وصعد بي الفن إلى مستوى القصور، وأكسب من عرق جبيني 30,000 جنيه في العام من ألحاني وأفلامي، في حين كان الملك ينهب من عرق جبين الشعب. وأهل نريمان يحبونني ويرحبون بي ويسألون عني دائما. وأضاف: ما يبدو من نريمان يقطع بميلها لي، وفي لمسات يدها ونظرة عينيها أشعر بناقوس الحب، ولكن سرعان ما يتلاشى ذلك، وأظن أن ذلك نتيجة صراع في داخله.
أما باقي الحكاية فقد ذكرها الكاتب والمؤرخ سعيد الشحات في مقال ذات يوم بتاريخ 1 يناير عام 2017، واستند فيه إلى مذكرات الكاتب والناقد الفني عبد النور خليل الفنية المنشورة بجريدة نهضة مصر، ومنها مقال بعنوان غرام الملكة والفنان فريد ونريمان، حيث أشار إلى أن الصحف تناقلت أخبار الزواج المرتقب من الملكة السابقة للفنان فريد الأطرش، ولم يرقى هذا لأم نريمان، فأصدرت بيانا تحذر فيه فريد الأطرش من مجرد التفكير في هذا الأمر. قالت له: الغي الفكرة دي من دماغك تماما. طالبته بمعرفة قدر نفسه ومراعاة الفوارق الاجتماعية بينهم. وحسب خليل لم يتحمل الأطرش هذا الهجوم من والدة نريمان، فرد على والدة نريمان محاولا توضيح أصله وحسبه ونسبه، وقال لها: إنني أمير من نسل أمراء الدروز أبا عن جد، بينما ناريمان لم تحصل على صفة الملكة إلا بعد زواجها من الملك فاروق، وها أنا أضع كل حسبي ونسبي وثروتي كلها أمامها. أنا بحبها جدا. ووفقا لخليل فإن الملكة خافت جدا من والدتها، كانت شخصيتها ضعيفة قدام والدتها، فرفضت هذا العرض، ما جعله يصاب بذبحة صدرية.